بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيداتي سادتي مشاهدينا الكرام، أوفياء برنامج صالون الإبداع، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الإطلالة الجديدة والمتجددة من هذا البرنامج الأسبوعي الإبداعي الخاص بالفن والإبداع. إذا وكما عودناكم في كل مرة نستضيف لكم مميزين ومميزات في مجال الفن الأدب والثقافة. هذه المرة أردنا أن نستضيف فنانة هي في الحقيقة رسامة وكاتبة وفنانة تشكيلية تهوى الرسم وتعشقه إلى حد النخاع، وقبل أن تكون كذلك هي أستاذة خريجة جامعة قسنطين، جامعة ميلا، خريجة جامعة ميلا تخصص لغة إنجليزية. يتعلق الأمر بالفنانة المبدعة الرائعة بسمة ربوح، التي نقول لها مساءك سعيد. أهلا وسهلا بك بسمة، ضيفة عزيزة بيننا في صالون الإبداع الخاص بقناة دار طقطقة بارك الميلي. شكرا على على الحصة. ثاني شيء نعرف روحي. نعم. معكم الفنانة التشكيلية العصامية ربوح بسمة من بلدية شلغم العيد ولاية ميلا، والمشاركة في الصالون المحلي لولاية ميلا تحت شعار التراث. تراثنا ميراثنا هكذا. بسمة، نشكرك مرة أخرى على تلبية دعوة القناة وكذلك دعوة برنامج صالون الإبداع. في البداية بسمة، لو طلبت منك تعريف الفن، يعني نحن نعرف التعريف الأكاديمي الجاف، ولكن نريدك أن تعرفي لنا الفن بتعريفك أنت. كيف تعرفين لنا الفن؟ نقدر نقول الفن هو أسلوب حياة بالنسبة للفنان، لأنه أي فنان حقيقي راح يعتمد على الفن في كل حاجة في حياته، ماشي غير مثلا دوك أنايا كي نجي حندير لوحة راح نخمم لازم نديرها حاجة فنية. في كل شيء في العمل. دوك أنا كأستاذة كي نجي حندير الدرس نقدمه لازم نحاول لا إراديا نلقى روحي نحاول نديرو بطريقة فنية. الفن هو أسلوب حياة شغل على العموم، ماشي غير هواية ولا ليست موهبة أو تجربة فقط، بل هو أسلوب حياة تتخذه الفنانة بسمة ربوح في حياتها اليومية. بسمة، لو نعود قليلا إلى الوراء، البدايات الجميلة، اللحظات الأجمل عندما بدأت بسمة تخربش ترسم هكذا رسومات. أعرف أنك كنت ربما من متابعي رسوم متحركة، أكيد كل واحد فينا بدايتنا حتى وإن كنت لا أعرف الرسم، ولكن بدايتي كانت مع سالي صندبال ليدي وغيرها. حدثينا قليلا عن هذه التجربة، بدايتك الأولى. بدايتي الأولى كانت كي كنا في التحضيري أكيد. نعم. كنت كشغل نشوف أخواتي الكبار هي كانوا شغلهم يتابعوا بزاف على الرسوم المتحركة، خاصة في سبيستون. وشغل هما كانوا بعد يرسموا شغل كيما يتفرجوا يحاولوا يرسموا الكاركترز هذوك في اللهر. فكانت يعني تقدر تقولي أنه هما أصلا بداية اكتشاف الموهبه هما الرسوم اللي كنا نتفرجوها. نعم. دوك نتفرج انا يا ريمي، نلقى اختي قاعده تحاول ترسم في ريمي في الورقه، لكن نروح نهز الورقه نقلد كيفها. بس ما شاء الله يعني احنا اصلا هي موهبه في العائله، لانه انا يا خواتاتي كامل نعرفوا نرسموا. سمك شغل يعني هي العائلة فنية. عائلة فنية ما شاء الله. ما شاء الله عليكم. الإخوة كلهم كامل يرسمون، أكيد. كل واحد عنده طريقته ولا؟ كل واحد أسلوبه. شوفي كاين عندنا اللي ترسم ديجيتال، كاين اللي ترسم كي أنا تشتغل كيما هاك في الشخصيات أكثر، في الشخصيات. نعم.
سواء تاريخيه او كاين اللي ترسم انيم شغل اسلوب رسم هذاك تاع الكوميكات بعدا شغل كل وحده كيفاه. كاين اللي كملت في المشوار وكاين اللي تقدر اعتزلوا مع التزامات الحياه. عزيزتي بسمة، الفن عندما يكتشف او الموهبه عندما تكتشف لاول مره يجب ان تدعم، سواء من طرف الاسره، من طرف المجتمع، من طرف حتى المعلمين والاساتذه. من أول من قال لك بأنك فنانة وستذهبين بعيدا في هذا المجال؟ أول وحدة هي أم الكريمة الوالدة، جولها تحياتنا عبر قناة الثقافة. كانت أكبر وجوزتها داعم، مازالت تقول لي أي حاجة مثلا في الفن امشي بالفن تاعك، تقول لي ما تحبسيش كما نقول لها صالونات روحي شاركي ما تخافيش أنا معاك. تلقاها من كي كنا صغار، خاصة نقدر نقول لك بداية اللي شغل صح مشينا فيها الفن هي كي طلعت للجامعة شغل مع النشاطات الإقامة تاعنا في الجامعة. يعني نمد لهم ثاني تحيات بزاف من مدير الإقامة صباح الطيب، وإلى اللي كانت حاكمة النشاطات تاعنا في الوقت هذاك اللي الآن ولات صديقتي هي غانية الطرش الفنانة نحييوها أكيد. شغل كانت تقدر تقول موهبة هكا شغل عابرة بصح تبناو هاك شغل تلقي جهات تبنات الموهبة تاعك وليتنا نمشيو في مسابقات وطنية مثلا دوكا كاريكاتير شغل كنا في الجامعة كنت طالبة كلاسيت الطرازيان في المسابقة الوطنية للكاريكاتير في سوق هراس ما شاء الله هي يبارك فيك. شغل مشينا مسابقات خط عربي كتابة للطفل شغل انه ماشي غير من الناحية الفنية في الرسم شغل الفن بكل انواعه شغل كنا اجناس فنية شغل لقينا سيبورت من اي طابع فني كنا نحاولوا شغل سواء في الكتابة او في الرسم حتى النحت لما لا ربما ستذهبين له قريبا. جربته يعني جربتيه شغل بصح مازالت ماشي يعني نقدر نخرج اعمال نقدر نخرج اعمال متاكده وعلى يقين بانك ستنجحين مستقبلا في هذا المجال ايضا. عزيزتي بسمة، اول لوحه كنت قد رسمتيها ونالت اعجاب الجميع نشفى عليها تذكريها؟ أكيد. كنت نرسم في الورق يعني معظم الوقت كأي واحد في بداياته شغل. نعم. نرسم غير روحي يعني. أول لوحة رسمتها هي في دار الثقافة هنايا. كنا في خرجة في شغل ايفنتس داروا حتى الإقامة تاعنا مع دار الثقافة وجاو هنا قالوا لي ارسمي لوحة على شغل لايف. نعم. يعني على المباشر. وكانت أول لوحة رسمتها هنايا بمناسبة عيد المرأة كما نشفى. متى كان ذلك يعني؟ في عيد المرأة في جويه 2019 هكاك اللي كنت أنا في دوزيام جامعي الثانية جامعي. كنت تدرسين في الثانية جامعي وشاركتي في هذه المسابقة التي نالت إعجاب الجميع. فيما يخص الجداريات كانت أول جدارية خدمتها في حياتي في المسابقة هنايا تعميرة بدار الثقافة أيضا؟ لا في تعميرة مستوى الولاية مع جمعية الحفلات. مع جمعية الحفلات عماد الشغير يعني نحييه بالمناسبة. كانت هذيك أول جدارية درتها. من بعدين شغل كانت تجربة في الأول خفت يعني بزاف. من بعدين لقيت شغل كيف نرسم طابلو عادي ولينا ديما شغل نصح بنتي غنية لدرجة بعدا نرسمو هاك جداريات بينا وبين روحنا شغل تحسنت يعني انايا فيهم. ثاني مشاركة ليا في مسابقة هي كانت مغاربية في الجداريات بعدا في واد سوف العام هذا بعد. تحصلت خلالها على المرتبة الأولى. موضوع الجدارية كان عنوان شعار المسابقة على فلسطين. بصح أنايا كي مدير الإقامة شغل طلب منا أننا نحاولوا ندخلوا واد سوف لأنها كانت في واد سوف المدينة الحاضنة. كنا نحاولوا نديروا لمسة تاع واد سوف في الجدارية تاعنا. نعم. كطلب منا مزجتي بين فلسطين وواد سوف. كانت الجدارية شغل مزيج بين فلسطين وبين واد سوف كما نعت لك سابقا لانها هي قبه وقبه. بصح انايا القبه الكبيره خلاص كانت قبه فلسطين حطيت فيها كل رموز
الصوفيه شغل اللي قدرت نعبر عليها في اللوحه. نعم. مع لمسه فلسطينيه وشغل الحمد لله كانت. هل كنت تتوقعين نيلك هذه المرتبه؟ كل صراحه كنت واضحة. كنت واضح كنت شغل في الاول ما بديتش مع يعني اللي شاركوا شغل كبداو وانا شغل ما كنتش جايبه قشي تاع الرسم وشغل نعم. بقيت هاك يعني متردده في الموضوع اللي نرسمه. وبعدين شغل في الليله هذيك خممت في الموضوع شغل أرضاني هذاك الموضوع اللي أنا يا الفكرة اللي خيرتها كي طبقتها شغل اللي صراحة كي شفتها قلت إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى سوف أكون من الناجحات والفائزات في هذه المسابقة. والحمد لله أن ربي ما خيبنيش في النهاية. تسعة المرتبة جميل جدا ومثلتي ميلا أحسن تمثيل في واتسوف. أتمنى أن تمثليها أحسن تمثيل في المشاركات المقبلة أقول إن شاء الله. بسمة، الكثير من الأولياء يقولون بأن انضمام أو أبنائهم وبناتهم إلى الفن، إلى الرسم، إلى الموسيقى، إلى الشعر هي مضيعة للوقت، ويقومون بتوجيههم إلى الطب، إلى الرياضيات، شاطرنا الرأي يوجهون للرياضيات للطب باعتقادهم أن الموهبة لن تدوم ولن تستمر وما الفائدة منها. هل تعتبرين هذه التوجيهات، توجيهات الآباء لأبنائهم، هي قتل للموهبة، هي طعن للموهبة؟ بالعكس أنا ضدها يعني نهائيا. أنا شو نهضر على تجربة شخصية. أنت متخرجة من جامعة ميلا لغة إنجليزية وتمارسين هذه الموهبة، ماذا تقولين؟ فأنا ماما شغل هي أكثر إنسان يحب القرايه شغل. قلنا القرايه هي قبل كل شيء شغل. بصح في نفس الوقت ماما شغل جامي قلت لنا باللي الفن لازم تطيشي الفن باش تكوني تقراي. دونك انا الحمد لله يعني انا وخواتاتي شغل عندنا كل قاريين. نعم. شغل ماشي مثلا درك واحد الفن هذا كان حاجز انه الانسان يكمل قرايته شغل. نعم. شغل العبد برك يحاول يوفق. انا معهم في انه تنظيم الوقت، ينظم وقته شغل. كاين وقت تاع قرايه، كاين وقت تاع لعب، كاين وقت تاع فن. دونك ماشي الانسان انه من نوض وانا يا غير نرسم ونقول له قرايه هذه ماهي شي حاجه شغل نيسيسير. سما لازم العبد برك يتعلم كيفاه ينظم وقته. مثلا الباقي شغل بالعكس الفن يزيد فيك تقولي انا قاريه وزيد فنانه، ماشي غير انا فنانه والله انا غير قاريه وطيشت الفن تاعي، لانه صراحه راح تكون ندامه في المستقبل. والموهبه هي غذاء اقول الروح كما قلت انفا، أليس كذلك بسمة؟ هل الفن التشكيلي وأنت كفنانة تشكيلية وكرسامة تصومين باحترافية كبيرة، هل تعتبرين الفن التشكيلي هو علاج نفسي؟ أكيد. أنا أصلا تشتكي نعود حل نرسم. نعم. إبداعي كامل كيكون شغل وانا في داون كيقولوا هيك شغل كي يقعد الانسان تستريسي ولا شغل ما فيش في المود. نعم. ديريكت نحس روحي لازم نروح نستابلو نرسم، لانه شغل ما كاينش حاجه تضمحل بحد ذاتها شغل هكا وحدها تروح. بصح كاين شغل تحويل. دوك واحد مثلا عندك احساس فرح تقدري تحوليه اللوحه فنيه، احساس حزن تحوليه اللوحه فنيه. بالعكس هنا الانسان راح يستثمر في الاحاسيس تاعو والمشاعر تاعو، مش غير يخليهم مثلا يروحوا قلقت مثلا نروح نفرغ الوش تاعي في اختي مثلا ندق معاها شغل مشهد تعبري من خلال اللوحات. وهذيك شغل نحسها باللي الاحاسيس هما اصلا الدافع الاول للفنان باهي يدير لوحات فنيه جميله. كيفاش تكون نفسيه بسمة وهي ترسم تلك اللوحات؟ هل تكوني في سعاده؟ هل تعيشي في تعاسه وانت ترسمين تلك العيون التي تبكي حزنا ربما على فلسطين، ربما على انكسارات؟ انا نعيش دور الحاجه اللي نرسم فيها. مثلا درك كي نعود في اللوحه تاع اللوحه هذه. نعم. هذه اللوحه اكيد كنت كي لحقت شغل كذا نرسم فيها شغل، لانه انا اصلا رسمتها على خلفيه واش كانت تقص لي ماما ربي يرحمها الجده ربي يرحمها. شغل كانت تقص لنا كيفاش كانوا هما يديروا في وقت فرنسا. شغل انا حاولت كي جيت نرسم اللوحه حاولت نتفكر شغل
كي كنت نرسم فيهم نتخيل هكا برك الفكره انه نتخيل الناس كيفاش كانوا يحسوا شغل دي فوا شغل نلقى روحي دخلت في مود مش نورمال شغل كانه صح عاودت رجعت للزمن هذاك الزمن الماضي يعني. الماضي شغل بكل يعني المر تاعو بالفرح تاعو شغل نعم. الانسان الفن يعيشك حقبه قد انت جامي عشتيها جامي دخلتي فيها شغل قرأتي عليها ولا صح تلقي روحك عشتي الاحساس هذاك. نعم. شغل الفن هو اداه زمن يعني نقدروا نقولوا هو حياه. اكيد كما قلتي. افضل لوحه بالنسبه لك رسمتيها ولا شاهدتيها؟ افضل لوحه اللي رسمتها نعم. لوحه رسمتيها بنفسك او شاهدتيها لحد الان؟ شوفي بزاف لوحات اللي عجبوني هما سائتين ديالي اللي شفتهم اللي اثروا فيا بزاف. وعندي لوحه لاست سابر تاع ليوناردو دافنشي كأفضل لوحه رسمتها ليا هي لوحه رسمتها لولد اختي. شغل كان ما هي رسالة نقولوها تاع اللوحة اللي رسمتيها؟ هي لوحة على الطفولة. شغل حاولت نحط فيها كل ميموريز كل الذكريات اللي عشتيها في الطفولة. شغل الطفولة بالنسبة لي كيفاش كانت شغل لانه زمن فتناه شغل احنا ما نقدروش نعاودوا نرجعوا ليه. صح الفنان يقدر يعاود يخلق هذاك الجو اللي فاتو. ليس الطفوله تعود يوما. اكزاكتومون. الكاركتر اللي رسمتها في اللوحه كانت ولد اختي. شغل كان هو طفل راقد في العشب في جو دافئ هكا وحده فوقو اسمه شو يقولوا هذا عسوقات. نعم. شو انهم فيتينا الدسوقات شغل هذيك نتفكرها بزاف في الاخر. كان واحد الحقل كنا صغار نروحوا ليه في الربيع. شغل الاجواء هذيك حاولت نعبر عليها في اللوحه. بشلغوم العيد هذا الحقل موجود بشلغوم العيد. نذكروا بلي ضيفتنا راهي ابنه شلغوم العيد البهيه الجميله ونسيها الطيبين. بسمة شاركتي في العديد من المهرجانات والملتقيات ربما والصالونات المحليه والوطنيه هكذا. الصالون اللي فرحك بزاف واستمتعتي فيه وتسوف كانت تجربة صحراوية لأنه كان رغم بعد المسافة. هي شغل الطريق يعني كانت صح صعيبة لدرجة ما جينا نلحقوا تنقول لك ما رحتش بعيدة فقدينا 11 ساعة في الطريق. بصح شغل كانت تجربة الصحراء لأني كنت ديما أنا شتي الصحراء شغل الأجواء تاعها كي نشوفها هاك نقول ما كيفاش دايرة. شغل كي خاصني راح الكتبان القرملية. شغل أول مرة شفنا ديك الجلسة صحراوية التاي الصحراوي وأكيد كانت النهاية سعيدة. النهاية سعيدة. يعني من يدخل يقال يا بسمة من يدخل إلى الصحراء ومن يذهب إلى تلك الأماكن البعيدة يروح هو يبكي ولما يخرج منها يخرج هو يبكي من الفرح ومن ما يحبش يغادرها. صحيح هذه المقولة. خاصة ناسها بعدا خلي فيك أثر. ناسها طيبة شغل. نعم. وريحتهم طيبة يعني ما خلاش شغل تكون تجربة أنك تقولي أنا رحت بعيد وزيد مثلا ما تهلاوش فيا ولا. نعم. بالعكس كان يعني صراحة يقول لك مضيافين طيبين أسخياء. الناس الصحراء معروفين بالسخاء تاعهم يعني ما شاء الله هما كناس كطبيعة كتجربة يعني كلها على بعض. أنت ما شاء الله عليك نلتي الجائزة بامتياز كبير وعدتي سعيدة إلى مدينتك مدينة ميلا. بسمة أنت متعددة المواهب يعني كاتبة رسامة فنانة تشكيلية. لو نتحدث قليلا عن جانب الكتابة كتابة القصص قصص الأطفال هكذا حدثينا عن التجربة هذه متى بدأت أي نوع من القصص تكتبين؟ هل هي باللغة الإنجليزية الفرنسية أم العربية؟ أول تجربة لي في كتابة القصص كانت في مسابقة الكتابة للطفل بعد في العلمة وكتبت أول قصة لي. في أي سنة كانت ذلك؟ كنت ماستر منذ سنتين. كانت أول تجربة لي كانت الكتابات ما كتبت بالعربي إنه ما كانش يقبلوا أونغلي في الكتابات. أنا معظم الوقت نكتب أونغلي بحكم أني أنا أصلا تدرسين لغة إنجليزية أكيد. كانت كتبتها بالعربي وشغل
أحدث فيها يعني مجهودات كبيرة، مثلا أني حبيت نمد اللمسة الفنية، لأني أنا نرسم حبيت نمد اللمسة الفنية تاع يعني الكتابة مرافقة للصور التلوين شغل، يعني خدمتها كقصة متكاملة وعجبتني التجربة. كتبت سلسلة قصص تاع طفل اسمها عدة قصص قابلة للنشر، شغل مستمر. لم ترى النور بعد هذه القصص، رسمنا في اللحظة المناسبة بين. أتمنى أن أكون أول من يحظى بالنسخة الأولى، أنا ويوسف مخرج أكيد. رسالة تقدميها للفنانين الموهوبين الذين يودون ولوج هذا العالم. رسالتي كفنانة للناس، قد تكون فنانة في بداياتها، قد تكون ناس ما زالت خايفة تلوح الخطوة الأولى في عالم الفن. نقدر نقول لهم welcome to our world، شغل أهلا بكم إلى هذا العالم الفسيح. exactement، شغل لازم الإنسان أول شيء جربوا، هز البانسو وجربوا، شوف روحك المرة الأولى ما عرفتش عادي، شغل زيد عاود هز البانسو مرة خلاف، راح تلقى طريقة تكتشف انه باه تعبر على الاحساس تاعك، ماهيش غير طريقه مثلا وحده انك غير تقولوا للناس اللي قريبه ليك ولا تشكي للناس، والله غير انك تكتب. كاين 1000 طريقه وطريقه باه تعبر على واش راهو في بالك واش يجو في خاطرك، ومنها الرسم راح يعني طريقه جد فعاله. مثل ما يعبر الكاتب عن أحاسيسه ومشاعره بالكتابة، هكذا بالنسبة يعبر الرسام والفنان بالريشة. هذا هو. كلمة أخيرة في ختام البرنامج. نتمنى ما تكونوش مليتوا من حصة. أبدا، بالعكس والله كنت سعيدة جدا أنا ويوسف، ونحن نتحاور ونحن نتناقش معك مع الفن، مع الإبداع، مع التميز. شكرا يعني جزيلا، أنا يعني شرف لي أنكم كل الشرف لنا خيرتوني باسم باه نجي ونمد كلمة كفنانة. والله تستحقين، ونتمنى نتلاقاو في فرص أخرى إن شاء الله. ثاني متوجة بكاش بإذن الله، ونجدك رفقة قصصك الجميلة إن شاء الله، ورفقة لوحاتك التي ستكون أشهر مع أطفالي، يعني في كل اللحظات تلقاهم حاضرين معايا لوحاتك. أكيد أكيد. نشكرك مرة أخرى بس على تلبية دعوة القناة. نلقاك في فرصة أخرى إن شاء الله. إذا بهذا القدر نأتي إلى ختام برنامج صالون للإبداع لهذا الخميس. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. تحياتي، سلامتي للجميع، وإلى اللقاء.